مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة الفيلم النادر غدر وعذاب. تاريخ العرض 31 مارس 1947. مدة عرض الفيلم 105 دقيقة، يعني ساعتين إلا ربع. عمر الفيلم 77 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. إخراج وتأليف حسين صدقي. مخرج مساعد عاطف سالم. سيناريو وحوار محمود السبع. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة نور الهدى، حسين صدقي، عبد العزيز أحمد، محمود السبع، فيكتوريا، صفية حلمي، توفيق إسماعيل، أمينة شريف، يحيى مراد، فاخر، علوية جميل، هاجر حمدي، رفيع الشال. أما عن قصة الفيلم فقصة الفيلم بتدور حوالين بنت وحيدة عايشة مع أبوها وأمها، متوسطين الحال، مش أغنياء أوي ولا فقراء أوي. بتحب شاب جميل الشكل وهو حسين صدقي. في الفترة دي بيحاول شاب تاني يتدخل في حياتها، مش بيدخل في حياتها، يتدخل، بيخليها تحبه بالإجبار. انتي لازم تحبيني علشان أنا بحبك، لازم أمتلكك، لأن الحاجة اللي بحبها لو ما خدتهاش بأذيها بالمعنى الحرفي. بترفض الكلام ده، فبيحاول يوقعها أكتر من مرة في حبه. في النهاية بترفض، فبيحاول ان هو يعتدي عليها. طبعا الموضوع كبر، وابوها مش عارف يتصرف ولا يبعد اذاه عن بنته الوحيدة، فحاول ان هو يبعده عنها بشتى الطرق. بعد فترة لحد ما الراجل اطمن ان هو خلاص، اللي هو انت اذاك راح وبعدت عن بنتي. لا، بالعكس، هو الاذى لسه هيكبر. طيب انتي مش عايزاني وانا مش عارفة اوقعك، طيب انا هخلي بقى صورتك في الارض انتي واهلك. خلى امها تقع في الغلط بالمعنى الحرفي من غير امها ما تعرف. عمل حيلة ووقعها في الغلط واعتدى عليها، وخلى سمعتها سيئة جدا، وسوء سمعة البنت. ايوه، ما انتي هتطلعي زي امك سيئة السمعة. طبعا امها حاولت ان هي تهرب، ومش قادرة تتأقلم مع الموضوع ولا قادرة تعيش، ومش عارفة هي عملت كده ازاي، او ايه اللي جرالها، او ايه اللي حصل. وجوزها اللي هو ابو البنت دي بيحاول ان هو يصلح الموضوع. وخلاص انا مصدقك، انا عارف ان انتي مش قصدك حاجة، انا عارف ان هو عمل كده غصب عنك، بس كان في حاجة كسراه من جوه. مرت الايام، ونور الهدى اللي هي البنت الجميلة اللي بنتكلم عليها حاسة خلاص صورتها في الأرض. فحسين صدقي جاي يكلمها وكده، لأنه كان قعد فترة مسافر عشان يكمل تعليمه وجاي علشان يتجوزها خلاص. فهي رفضت الجواز بدون
أسباب. مش احنا كنا متفقين على الجواز وانتي عارفة ان انا بحبك وانتي بتحبيني، عملتي كده ليه؟ قالت له لا انا ما بحبكش وانا خلاص رافضة الموضوع. والراجل ده التاني قال لها لو ما اتجوزتنيش انا هفضحك وهفضح امك. بالفعل قبلت الخطوبة، وكانت هنا الصدمة. ابوها ما قدرش يستحمل ويسكت، راح قايل كل حاجة لحسين صدقي وعرفه الحقيقة كاملة، وعرفه حقيقة مراته وان هو عايز يرجعها ومش عارف هي راحت فين، ولا هي قادرة تتأقلم مع الموضوع ولا بنتها قادرة تتأقلم مع الموضوع. وحسين صدقي وافق جدا وعرف ان مفيش اي مشكلة وحاول ان هو يساعدها. اكتشف ان الراجل ده وقعه في شر اعماله، بمعنى وقع الشاب المتطفل ده في شر اعماله وسلط عليه بنت، والبنت دي كانت فعلا ماشية معاه بس حاول ان هو يشتريها بالفلوس، فوقعته بلسانه وقال ان هو ما اعتداش على امها ولا حاجة، ولكن هو ادالها بنك ووهمها لما قامت من النوم ان هو اعتدى عليها، وهمها ان هي خلاص بقت سمعتها وسمعة بنتها في الارض. وقال للراجل اني خلاص بقى مراتك واني بنتك لو ما جوزتهنيش هفضحك، وعمل ستوري كبيرة جدا علشان يطول البنت دي. فحسين صدقي خد الكلمتين وخد الشهادة دي وطلع على الراجل أو حماه المستقبلي وقال له الحكاية، وعرف نور الهدى وعرف أمها الحقيقة، واتصل بالبوليس وقبض على الراجل ده. وكان الفيلم نهاية سعيدة جدا، نهايته إن حسين الصدقي اتجوز نور الهدى وأمها رجعت تاني لأبوها والمشكلة اتحلت، وإن الرجل الشيطان ده في الآخر اترمى في السجن. شكرا جدا.